قدر انه يعمل اختراع ما حصلش هيوفر علينا مليارات ويحل ازمه بنواجهها كل السنين اللي فاتت دي، وكل ده من مروحه قديمه وورق كرتون وقلمين جاف. لا وايه، كل ده يطلع من ولد ما كملش 16 سنه، ادم الشرباصي. مخترع الدقهلية اللي قلب مصر. ازاي هيحل أزمة الطاقة في مصر وايه حكاية اختراعه وعمله ازاي؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا النهاردة في الفيديو ده. مصر دايما بتفاجئنا بشطارة أولادها اللي دايما ما يعرفوش المستحيل، من أقل حاجة يقدروا يقلبوا العالم كله، يعني بالبلدي بيعملوا من الفسيخ شربات. والدليل على كده آدم إبراهيم الشرباصي مخترع الدقهلية. الولد ده رغم صغر سنه إلا إنه قدر يعمل اختراع ما حصلش لحل أزمة الكهرباء، وده بطريقة بسيطة ورخيصة من مخلفات البيئة. آدم عمل توربينة رياح صغيرة، فكرتها بسيطة جدا. الرياح لما تضرب الريش بتاع التوربينة، الريش بيدور والموتور اللي وراها بيحول الحركة دي لكهرباء حقيقية بتتخزن جوه البطارية. مش بس كده، آدم عمل دايرة كهربائية بسيطة فيها مفتاح وتوصيلات وموصلها بليد، والنتيجة ان النور بينور من غير اي كهرباء. شرح آدم فكرة اختراعه بالتفصيل وقال انه استخدم خامات بسيطة وسهلة ومتوفرة من مخلفات البيئة علشان اي حد يقدر يعيد تنفيذ الاختراع ده بنفسه. يا دوبك استخدم ريس مروحة ولمبة قديمة وكرتون وقلمين عشان المروحة تلف. الفكرة انها مش بس بتولد كهرباء صغيرة، لا دي تقدر تشغل راوتر وتشحن تليفون واجهزة تانية كتير. مش بس كده، الفكرة ممكن تتطور لفكرة اكبر للطاقة النظيفة. التوربينة اللي عنده صغيرة لحد دلوقتي، لكن ممكن تكبر وتتعمل على أسطح البيوت أو في الأماكن اللي فيها هواء شديد، وبكده نقدر نولد كهرباء نظيفة ومجانية طول الوقت من غير ما نلوث البيئة أو نصرف فلوس كتير على المولدات أو الكهرباء التقليدية. آدم نفسه قال نفسي المسؤولين يشوفوا الاختراع ده ويعرفوا يدعموا المواهب الصغيرة زي موهبتي علشان أقدر أطور من نفسي وأعمل حاجات أكبر تفيد البلد. المميز كمان في الاختراع ده إنه سهل الاستخدام وسهل الصيانة، وممكن أي حد يتعلم يعمل دايرة كهربائية بسيطة ويشغل الليدات أو أي أجهزة صغيرة بالكهرباء اللي التوربينة بتولدها، لأن الفكرة مش معقدة بس تأثيرها كبير. ممكن مع الوقت يحل أزمة الكهرباء في مصر ويوفر كمان مليارات بأقل التكاليف الممكنة. وده لأن الاختراع ده قدر إنه يكون جزء من حلول الطاقة المستدامة في مصر، خصوصا في المناطق اللي فيها مشاكل كهرباء أو الأماكن اللي فيها هواء قوي طول السنة، وده يفتح باب كبير لمستقبل أفضل للطاقة النظيفة، ودي حاجة مصر محتاجاها جدا دلوقتي. آدم بيأكد كمان إنه عنده أفكار تانية حابب يطورها، وإنه لو حصل الدعم المناسب ممكن يشوف اختراعاته بتطبق على نطاق أوسع وتفيد مجتمعه والبلد كلها. هو بس محتاج الدعم الكافي عشان يظهر موهبته. والحقيقة إن آدم رغم إنه لسه ما كملش 16 سنة ومن قرية صغيرة، إلا إنه قدر يعمل اختراع عملي مفيد ممكن يتحول لمشروع كبير للطاقة النظيفة. يعني فكرة المشروع ده لو انتشرت ممكن ما نقعش في أزمة كهرباء تاني ولا نشتكي من قطع النور. دلوقتي قول لنا بقى إيه رأيك في اختراع آدم؟